والصلاة على رسول الله. كيف حالكم؟ دايما مع الصحيحة. نتمنى الجميع كله يكون في صحة جيدة وأحسن الأحوال. تقريبا مدة طويلة هذه ما بقيت سجلتش معاكم في القناة على حسب المشكل اللي مريت منه. كان طلع لي التهاب بزاف كما قلت لكم. المشكل اللي وقع الناس اللي متبعيني راه عارفين انني كنتكلم على مرض بهجت. كان طلع لي الالتهاب بزاف والاستاذه كانت بدلت لي الدواء ديال ريمسيما، بدلناه باكتيمغا، حتى درنا التحاليل مشاو فرنسا عاد بدلناه وصافي. وهي تقرر الطبيبه قالت لي باش ندير العمليه لرجلي، حيت رجلي حتى هي مساهمه في الالتهاب حيت عندي اعاقه. صافي بقينا كنزلو في الالتهاب اللي حتى نزل. عاد عطتني الاستاذه ديال الطب الباطني الاوكي، عاد درت العمليه، جيت عند طبيب العظام ودرت العمليه راني حطيتها تقريبا حتى هي في القناه، اللي كانت صعيبه بزاف يعني بروتيز بي تي اش، ولانها استغرقت وقت كبير، وقت طويل في البلوك، يعني من 4:30 العشيه لحتى 4:15 ديال الصباح عاد حليت عينيا، يعني ما خرجت من البلوك حتى 3:30 بحال هكاك. الحمد لله على كل حال. لهذا ما بقيتش تكلمت معكم على حسابي المشكل ديال البيسات، مرض بهجت، يعني مرض الروماتيزمي المناعي، حيت كاين اللي ما كيعرفوش. وهاد الاونه الاخيره راه بان بزاف الناس كانوا عندهم الاعراض وما كانوش عارفينها وما رادينش ليه البال. هو في الحقيقه هاد مرض بهجت باش نسيطروا عليه بالرياضه والريجيم والادويه ديالنا في الوقت، ومع الرياضه ومع الريجيم راه كنقصوا حتى من الحده تاع المرض، وكنقصوا حتى لا دوز ديال الادويه، ما كنبقاوش نستعملوها بزاف. يعني الريجيم والرياضه راه عندهم دور كبير. انا حاليا دابا راني ريجيم، يعني ما كناكلش اللحوم الحمراء، مره كندوق داك شويه هكا نمشي ضيفه، ما يمكن لياش نبقى نتشرط حيت ماشي بحال دارنا تندير ريجيم. في دارنا كناكل الحوت والدجاج البلدي، واكثريه كنكثر انا من الخضار والفواكه. الخبز ديال الدار، اما الخبز ديال برا راه ما صحيش حيت كيكون فيه داك الخماره، والخماره صعيبه علينا، ديك الخماره البيضاء كيديروا فيه واحد البودر. الصراحه كاع ماكله الزنقه راه ما صحياش بالنسبه للامراض المناعتيه. المعلبات بصفه عامه كنا تكلمنا عليهم حيت انهم فيهم مواد حافظه، ديك المواد الحافظه ممنوعه علينا حنايا. الدجاج الابيض الرومي راه هو كيدير واحد الفاكسه، راه ممنوعه علينا. وبالنسبه للفواكه الجافه راه كاين اللي كضرو كاين اللي ما كضروش. ما بقيتش كنلقى فرصه باش نسجل معاكم ونتكلم معاكم كيف ما كان. الصراحه توحشت نتكلم معاكم بالنسبه للمرض. دابا ولا الوقت ديالي عامر، دابا كندير الترويض الطبي ونهار ونهار لا، ونهار اللي ما كيكونش عندي الترويض كندير الحركات في الدار، وشويه كتكون حتى الحركه بطيئه، ما كتقدريش تتحرك، ما تقدرش تمشي لشي بلاصه اللي انها تكون فيها الكالم وتسجل. دابا راه غير جيت لعند طبيب الاسنان اللي في مدينه خريبكا، راه كنت حطيت لكم الكلينيك، صورت لكم كلشي، الطبقه الاولى والثانيه، وحتى هي حاطاها في القناه. كلينيك بنو سينا في شارع شوفوني في خريبكا. هو عند من كان صايب، هو اللي كيصايب عنده الزرع، كلشي كنصايبو عنده ما شاء الله عليه. دابا ملي قلت غنتسنى نوبتي قلت اجي نسجل معاكم ونتكلم معاكم. شحال دابا بقيت تكلمت معاكم، والناس اللي كيدخلوا عندي جداد مرحبا بهم، والقدام حتى هما مرحبا بهم. لقيت شحال ديال الكومونتيرات ما جاوبتش عليهم. الله يخليكم. بالنسبه اللي كيدخل عندي للقناه راني حاطه الرقم التليفون ديالي، فيكم تاخذوا الرقم وتصلوا بيا وتسولوني على اي حاجه، انا راه الاشاره. هذا كتوضيح بالنسبه للاعاقه، راه ماشي سبتها لي مرض بهجت، لا كانت عندي مني كنت صغيره. ودابا عاد فين سهل الله ندير العمليه، حيت رجلي راه كانت ناقصه ب7 سنتيم. الطبيب عوض لي 5 سنتيم، بقات 2 سنتيم، حيت ميمكنش يعوض الطول كامل حيت العصب كيبقى صغير والعظم تا هو بقى رقيق. كانت عمليه كبيره، ولكن الحمد لله مني نجحت الحمد لله.
صراحه كنشكر الدكتور اسامه اصيل اللي من مدينه مكناس، هو خدام عندنا في السبيطار الكبير ديال فقيه بن صالح، ولكن انا درتها في الكلينيك الزيتونه حيت الحاله ديالي ما كتسمحش ليا نديرها في السبيطار، حيت خصهم يكونوا كاع الاطباء. انتم عارفين بالنسبه للمرض بهجه تيكون شويه ريسك. المهم الحمد لله على كل حال، واخا باقا شويه الحركه بطيئه مع الترويض شويه مره على مره تنولي مزيان. المهم المشيه ديالي ما بقاش كيف ما كانت، تحسنات. لك العويجاج اللي كان عندي ما بقاش كيف ما كان، هذا من فضل الله. دعواتكم معايا بالشفاء وجميع مرضى المسلمين يا رب، وبشركم مبروكه وتحياتي للجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.